محمد لبيب البتنوني في رحلته إلى الحج في عهد الخديوي عباس باشا 1327 فروع بني رشيد منها المهيمزات وذوي رشيد وذوي براك، وأن هذه الفروع من قبيلة عبس. وقال وأن عبس كلها كانت لها في الجاهلية وصدر الإسلام الجاهل منيع، وكانت قوية إلى مطلع القرن الثامن الهجري، فاعتدت على جارتها فنقم العرب عليها وأوقعوا بها فتشتت شملها إلى بلاد اليمن وغيره، ثم ضعف أمرها عدة قرون وذكر. أما وجاء في كتاب مرآة جزيرة العرب لأيوب صبري باشا 209 صفحة 209 قال: تقيم قبيلة المهيمزان بين الحناكية وكريزية في المدينة المنورة. أما عن ذوي رشيد فإنهم يقيمون في قرى حائط وحويط وأبو حبان وصحراء وادي الرمة. أما بالنسبة لذوي براك فإنهم يتجولون في الصحراء الممتدة من جبل السرات حتى نهاية جبل. إن ما حدث لقبيلة عبس في القرن الثامن الهجري على أيدي جاراتها من القبائل العربية وغير المجاورة، وما آلت إليها أحوالها من جراء تكالب عدد من قبائل الجزيرة على عبس، وما عقب ذلك من تشتيتها وأضعافها بسبب حروب وقعت بينها وبين قبيلة أخرى انتصرت عليها عبس. أما نعوم شقير في تاريخ سيناء صفحة 725 قال: بني الرشيد من قبائل العرب في مصر تنسب إلى عرب الحجاز وتقيم في مديرية جرجا بصعيد مصر. قلت: يعلم الجميع أن العدة العديدة والكثرة الكافرة من قبيلة بني الرشيد متواجدة في السودان وأعدادها بالملايين، وفي الحبشة. كل القبائل العربية التي دخلت حلف مع بعضها عدنانية أو قحطانية تدعى الآن بني رشيد، ناهيك عن